ازمه الفار. فجاه طلع علينا المسؤولين في اتحاد الكوره وقالوا ان الماتشات الجايه في الدوري ما فيهاش فار. طب قلنا لهم ليه؟ ايه السبب؟ قال لان في مديونيات على اتحاد الكوره لشركه الفار. طيب ليه في مديونيات حضرتك؟ قال لان في انديه لغايه الان ما دفعتش المديونات اللي عليها بخصوص الفار لاتحاد الكوره، وبالتالي اتحاد الكوره ما دفعش المديونات اللي عليه للفار. طب مين الانديه دي؟ اتحاد الكوره رفض ان يقول الانديه دي. طب ما تقول الانديه وعرف الناس كلها مين السبب في ان الفار عايزين يوقفوه في مصر. دور اتحاد الكوره انه يطور، دور اتحاد الكوره انه يحسن الاداء. الفار فرق فعلا، وناس كتيره من الانديه اللي موجوده كان هيقع عليها ظلم. الفار منع الظلم ده. عايز ترجعنا ليه لزمن سابق؟ عايز ترجعنا ليه لوضع كان سيء؟ الحمد لله النهارده وزير الشباب والرياضه قال ان المشكله اتحلت وهيتم دفع الفلوس المديونيات والفار هيشتغل في الدوري الحمد لله.